يا لطيف، ربي يسترنا ان شاء الله. ربي يستر ان شاء الله. نورمالمون راه كاين ناس لداخل وما جبدوهمش. لقي مساء أمس طفلين يبلغان من العمر 6 سنوات و10 سنوات وامرأة 70 عاما مصرعهما في حريق شب في حدود الساعة 9:25 بالمسكن الوظيفي لرئيس دائرة بني سليمان شرق المدية. وقد سارعت مصالح الحماية المدنية إلى عين المكان لإخماد الحريق، حيث تم تحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بني سليمان، وإنقاذ شخصين 2 تم نقلهما لذات المصلحة. فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا حول الحادث الذي هز سكون المنطقة. أمه ذات 70 سنة، وكذلك ابنه ذو 6 سنوات، وابنته ذات 10 سنوات. كما تم إنقاذ زوجته ذات 32 سنة، وابنته ذات 15 شهر. سبب الوفاة أنهم استشهدوا من خلال حريق الذي شب في السكن الوظيفي في الطابق الأرضي، ثم كثافة الدخان انتقلت إلى الطوابق العلوية أين كانت العائلة، مما كان دخان كثيف، مما انجر عنه اختناق بأول أكسيد الكربون.